السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد هنعمل مع بعض النهاردة حاجات حلوة وسهلة وسريعة، وان شاء الله بأقل التكاليف هتعجبكم. زي ما احنا شايفين، بصوا شكلها عامل ازاي. بجد حاجات سهلة وسريعة جدا وبأقل التكاليف. وزي ما احنا عارفين الدنيا بقت غالية، فطبعا نعمل كل حاجة في بيتنا تكون انضف وارخص واسهل بكتير من برا. يلا بينا نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. بس ياريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نعمل المقادير والمكونات بتاعتنا. معايا 5 بيضات. طبعا احنا هنعمل كيكة عادية خالص. معايا 5 بيضات، هحط عليهم كوباية سكر. السكر حسب ما انتي عايزة، بس انا بحب احط كوباية سكر واحدة بس، عشان نحط طبعا هنسكرها وهنعمل فيها حاجات تانية فيها سكر، فهي كوباية سكر هتبقى حلوة قوي. فانا حطيت 5 بيضات، حطيت عليهم كوباية سكر، ضربتهم كويس قوي مع بعض لحد ما ادوني القوام المناسب. وبعد كده نزلت بكوباية سمنة، وهنزل كمان بكوبايتين ونص من اللبن او كوبايتين من اللبن حسب ما الدقيق بيحتاج معاكي. وهنزل عليهم بعد ما ضربتهم كويس اوي واتأكدت ان السكر خلاص بقى معايا مظبوط وداب. هنزل بنص كيلو من الدقيق، طبعا مش هحطه مرة واحدة، هحطه على مرحلتين. وطبعا مشغلة الفرن بتاعي على درجة 180، وزودت عليه كيس بيكنج باودر، وضربتهم لحد ما وصلت للقوام المناسب زي ما احنا شايفين مع بعض. وجبت الصينية بتاعتي دهنتها سمنة او زبدة، وبعد كده هنزل عليها بالكيكة بتاعتي. وزي ما قلتلكوا طبعا احنا مشغلين الفرن بتاعنا على 180. هبدأ اني انزل العجينة بتاعة الكيكة وافردها اظبطها كده في الصينية، ونشيل اي زيادات عشان ما تسودش معايا. وبعد كده هدخلها الفرن واسيبها لحد ما تستوي. وبعد ما استوت بقت معانا بالشكل دوت اللي احنا شايفينه، هبدأ اسيبها لحد ما تبرد علشان اعرف اقطعها، لان لو قطعتها وهي سخنة هتتهري وتفرول معاكي. انا سبتها تهدى وتبرد خالص، بصوا، بحيث ان انا لما اجي اقسم الكيكة ما تبقاش معايا متفرولة ولا متقطعة خالص بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض كده. هنيجي بقى نزينها ونقطعها طبعا على حسب ما انت عايزة تعمليها. لو ما عندكيش المثلثات ديت ممكن كمان تعملوا في اطباق في كوبايات، يعني حسب اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكلة. وما توقفيش نفسك على اي حاجة. انت لقيتي ما عندكيش المثلثات دي، اتصرفي واعملي اي حاجة في اطباق في كوبايات، مش هتقول لا يعني. بعد كده هجيب المثلث بتاعي هحطه على الكيكة، وهبدأ اني اقطع على شكل مثلثات. هقطعه ازاي؟ هاخد زي ما احنا شايفين كده اول مثلث هحطه على الكيكة بتاعتي، هقطعه. وبعد كده هجيب اول مثلثاية وهعمل بيها نفس الشكل ونفس المقاس اللي انا عملته في كل المثلثات بتاعتي عشان نحطها ونزينها كده مع بعض. بعد ما خلاص قطعت الكيكة بتاعتي، هاخد كل واحدة واحطها في قلب المثلث بتاعها وارصهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، بيبقى شكلها جميل جدا. وهبدأ هنا معايا دي مية بسكر. ما جبت كوباية مية سخنة، اهم حاجة ان هي تكون سخنة عشان لما احطها على الكيكة تبدأ تتشرب معايا. هبدأ اجيب بقى كوباية مية سخنة واحط عليها معلقتين سكر او 3 واقلبهم مع بعض كده لحد ما السكر يدوب معايا، وهبدأ اشربه للكيكة. شفتوا بقى، احنا كيكة بس عملناها بشكل مختلف. زهقتي بقى من الحاجات العادية وولادك مزهقينك وكل شوية عايزين حاجة حلوة يا ماما؟ احنا هنعمل لهم حاجة حلوة بشكل جديد. هي الكيكة اللي احنا بنعملها، بس زيناها وضفنا عليها شوية اضافات كده خلتها يبقى شكلها حلو وطعمها كمان احلى بكتير. هتجربوها ان شاء الله وهتعجبكم. طبعا حابين بقى التزيين دوت زي ما انتوا عايزين، حابين تزينوا باي حاجة تانية مفيش اي مشكلة. انا معايا هنا صوص فراولة جبته
حطيت عليه يدوب ضربته كده وخليته القوام بتاعه مناسب معايا، وبدأت انزل بيه على المثلثات الكيكة بتاعتي. ومعايا كمان صوص شوكولاتة، هبدأ انزل كده بكل مثلث معايا وافرده بالشكل اللي احنا شايفينه كده مع بعض. دي كده الكمية اللي كانت معايا، ودي الصوصات بتاعتي اللي انا عملتها. وزي ما قلتلك التزيين دوت على حسب ما انتي حابة ايه، او على حسب انتي شايفة عينيكي هتعمل ايه. انا حطيت زينت بصوص فراولة، وعملت صوص شوكولاتة، وجبت شوكولاتة بشرتها، بس شوكولاتة مبشورة كده حطيتها كمان على الوش. حابة تزودي كريم شانتيه، حابة تزودي اي نوع صوص تاني عندك، كراميل، مانجا، اي صوص تاني حابة تحطيه مفيش اي مشكلة. انا حطيت صوص فراولة، وحطيت صوص شوكولاتة، وجبت شوكولاتة مبشورة عملتها حطيتها عليه. ودي كده شوية مكسرات، بندق على كاجو على فستق، يعني حاجات كده سهلة وبسيطة، وان شاء الله يعني بجد جربوها هتعجبكم جدا. هي كيكة العادية اللي احنا بنعملها، بس ضفنا اليها شوية حاجات كده ودت طعمها في حتة تانية، وخلت شكلها كمان حلو، والاطفال هيحبوها جدا. ولو جالك كمان اي مناسبة او ضيوف تقدري تقدميها بشكل كويس كده وجميل، وبجد جربوها تعجبكم جدا، وتغيير عن اللي احنا بنعمله. ودي كده بقى كانت ايه الوصفة بتاعتنا النهاردة، اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. وكمان جبت شوكولاتة حطيتها عليها من على الوش. طبعا انتي لو ما عندكيش الامكانيات دي كلها، او مش حابة تحطي كل دوت، مفيش اي مشكلة، اي حاجة متوفرة عندك هتعمليها وهتطلع بنفس النتيجة. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، حاجات سهلة وبسيطة بنعملها مع بعض بأقل الامكانيات. احنا ما عملناش حاجة، يا دوب هي كيكة عملتها وطلعت معانا، زوقناها وطلعت معانا بالشكل ده. بصوا بقى الشكل الاخير، بجد شكلها حلو قوي وطعمها كمان جميل جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واستنوني بقى في وصفات تانية ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومستنيكم في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله.